مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين ويلا نخش في الموضوع. مين فينا ما اتصدمش؟ هو ده سؤال صادم في حد ذاته، معلش، بس أكيد كلنا اتحطينا في مواقف نتيجتها النهائية كانت صادمة لينا. وأكيد طبعا لما الصدمة بتيجي من حد مش متوقعين إنه يصدمنا من الأساس فدي بتكون صدمة أكبر، صدمة برو ماكس، حاجة كده ما شاء الله جوسي وفي حتة تانية. السؤال هنا بقى على طريقة حزلقوم: اعمل ايه يا استاذ غسان؟ يعني اطلع من الموضوع ده ازاي؟ بص يا سيدي، الموضوع بسيط جدا ويتلخص في جملة واحدة، الا وهي: خدها كده زي ما هي. اه والله زي ما بقولك، لازم تتقبل ان دي لا اول ولا اخر صدمة هتاخدها في حياتك، فخدها زي ما هي كده واستمتع بيها وبالتجربة ككل وباللي اتعلمته منها، وانت مبسوط وسعيد والابتسامة من هنا وهنا، وفي انتظار لا مؤاخذة الخازوق القادم. طبعا كلنا عارفين موضوع الموف اون، وانك بعد ما تفركش لازم تنزل الجيم والكلام الحلو ده. احب اقول لك ان الموضوع لو كده كان نص الشعب المصري بسم الله ما شاء الله كان زمانه بقى بيج رامي. مفيش حد ما خدهاش كده زي ما هي و... وعدت. بس الحل مش الجيم بعد الفركشة، وانا هنا مش بتكلم على الجيم ولا على الفركشة. انا قصدي هنا ان الموضوع مش كتالوج هنبص فيه جدول كده من خانتين، الخانة الاولى فيها الصدمة عبارة عن ايه، والخانة التانية تتخطاها ازاي. ما كانش حد غلب يا حبيبي والله، كان زمان الدنيا كلها زبادي خلاط واشتراوس الجنزبيل، يعني الدنيا مش كده خالص. عايز تتخطى صدمة، خش في اللي بعدها على طول. اصلك كسبان كسبان، زي ما قلنا كتير قبل كده. اي تجربة حياتية فاشلة من وجهة نظرك فهي علمتك حاجة جديدة، خبرة. خلاص خلص الكلام، مش هنكرره تاني. بس تعالى نقول كلمتين بقى بحق ربنا، خلاصة شوية صدمات كده الواحد خدها زي ما هي يعني. الصدمة هتجيلك من التوقعات، زي ما قلنا في حلقة قبل كده، فقلل توقعاتك تقل صدماتك. والتوقعات دي تقللها من ناحية الأشخاص والأفعال على حد سواء، مش تقلل توقعاتك تجاه الأفعال بس. ماشي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ودي برضو عصارة صدمات وخوازيق كتير: لازم وحتما ولابد تتقبل الصدمة وبسرعة. ما تتصدمش من الصدمة فتبقى مش جاهز أو متمرن للصدمة الجاية، فتاخدها في نني عينك كده، فتوجعك أكتر مما هو مفترض إنها توجعك بيه. فاهم حاجة؟ أتمنى يعني. أصل أنت ما تعرفش الصدمة الجاية هتيجي إمتى أو من مين، مش جدول هو. ما فيش مينيمم تايم بين الصدمة واللي بعدها، زي نظام لو أكلت ما تنزلش المية قبل ساعة. هي مش كده. ممكن تاخد لك صدمتين تلاتة كده في بحر أيام، وساعات في بحر ساعات والله. فانشف كده عشان اللي جاي ما فيهوش راحة ولا بالراحة. وافتكر إني قلت لك خدها كده زي ما هي. مفيش حد فينا ما اتصدمش او مش هيتصدم في حياته، عشان نبقى صراحة مع بعض. كلنا مختلفين، واختلافنا ده شيء طبيعي انه هيؤدي اكيد لصدمات. مش بس الاختلاف، خد بالك ان في ناس هتبقى عايزة تأذيك، طبيعي. يعني طبيعة المكان اللي انتوا فيه او طبيعة علاقتكم هتؤدي ان الشخص ده يكون عايز يأذيك، مش مجرد يعمل حاجة من ناحيته كده تصدمك وخلاص. لا، ده في مجالات منافسة في الشغل او في رياضة معينة او حتى تجارة بين اتنين تجار. اللعبة هنا اسمها من سيربح المليون، لاست مان ستاندينج، مين اخر واحد هيفضل واقف على رجليه. دي بقى مش صدمة وبس، لا، ده ساعات بيبقى فيها بوليس ومحاضر وسين وجيم وفلوس بتقع بالملايين، وساعات بتوصل للسجن. وتلاقي التاجر ده طالع مبتسم بعد سنتين ثلاثة سجن ويقول لك ادينا اتعلمنا ويبدأ من جديد. هل الراجل ده جبلة؟ ما بيفهمش؟ ما عندوش دم؟ لا. فما تجيش انت تقول لي انا مصدوم في حسام، اصل حسام قال كذا او عمل كذا. لا، مش كده، مش كده.
وتعالى نتكلم جد اكتر بقى، وعشان ما تفهمش غلط، انا مش بقلل اطلاقا من تأثير الصدمة على اي شخص، ولا بقول ان اللي بيستسلم للصدمة او ان هو بياخدها على صدره قوي يعني انه شخص ضعيف، او ان احنا ناس جبابرة بقى وهركليز وبنطلع من كل صدمة نقول امتى بقى الصدمة الجاية. لا مش قصدي والله. بس في مقولة كده بتقول this too shall pass. يعني اللي انت فيه ده كمان هيعدي، اي حاجة بتعدي، كل واي حاجة بتعدي على فكرة. كل اللي فيها بس ان انا بكلمك من على البر التاني من الصدمة، علشان اطمنك واقول لك انها هتعدي. فحاول تعديها بسرعة عشان تفوق كده وتستعد لما هو قادم، لان اكيد في حاجة تانية جاية. امتى وفين ومن مين الله اعلم. وعشان كده لازم تكون في كامل استعدادك ليها. ولا ايه يا بطل؟ مش عايزين نكرر كلامنا كتير، ولا نقعد ندي كلام ايجابي على الفاضي. واقول لك بقى ان الصدمه اللي انت اتصدمتها دي هي تجربه، ولازم تكون مريت بيها وتعلمت منها حاجه جديده. فما فيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها تعلم، في حاجه اسمها خبره. والكلام اللي بيتقال ده هو مش كلام غلط، على فكره هو مش كلام غلط، بس تكراره هيحوله لكليشيه مكروه. ان هو ايه؟ لو حد قاله لي وهو فعلا قاصد يساعدني او قاصد ان هو يطلعني من اللي انا فيه، هقول له اه ماشي، ان شاء الله حاضر اوكي، اللي هو يخلص بقى. فمش عايزينها توصل للمرحله دي. لازم تكون انت عارف كده من نفسك. يعني ما تخليش الناس تشوفك في وضع ضعف او في وضع استسلام لصدمه انت مريت بيها، لدرجه انك تسمع الكلام ده من كل واحد حواليك. تيجي مثلا يجي يقعد جنبك يطبطب عليك يقول لك معلش خلاص حصل خير ودينا اتعلمنا. الشخص اللي بعده: ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ ما خلاص عدت خلاص، ودينا عرفنا ان لو حصل كذا يبقى نعمل كذا. بكل بقى تنويعاتها بقى، حته ان احنا اتعلمنا حاجه جديده دي من الصدمه دي ليها تنويعات كتير. حاول ما تسمعهاش من ناس كتير عشان فعلا ما تزهقش، لان احنا فعلا بنبقى ساعتها مش ناقصين. اللي هو ايه، مره في التانية هتلاقي تالت واحد يقول لك الكلمتين دول وتقول له الله يبارك لك، بص اقطم بقى وخلاص. فتلاقي نفسك وانت في عز صدمتك بتخسر الناس اللي جايه تقف جنبك. ليه؟ ليه؟ ناخدها كده زي ما هي واخد بالك، ونقوم كده نرش شويه ميه على وشنا كده ونفوق، ونستنى اللي بعدها، نستنى الخبره اللي بعدها يا سيدي. تمام، مش هقول لك خبره تاني ولا تعلم تاني عشان ما تضربنيش في في عينيا، تفضحنيش. تمام. حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى ان ربنا يقلل صدماتنا، وما يخليهاش في حاجه تقيله، ما يخليهاش في حد تقيل عندنا. واتمنى تكون فعلا صدماتنا اقل ما يمكن يعني، سواء في الناس او في افعالهم. شكرا ليكم، واتمنى انها تكون عجبتكم الحلقه النهارده، واشوفكم على خير الحلقه اللي بعدها. كان معاكم محمد شاهين. سلام.